تعمل ايه لو اتشكيت بسرنجة مستعملة بعد مريض؟ طبعا انت بتكون مرعوب ومش عارف تعمل ايه. في الفيديو ده هنجاوب لك على كل الاسئلة اللي بتدور في دماغك. اكتر حاجة بتكون خايف منها ان ينتقل لك عدوى، سواء فيروس بي، فيروس سي، الايدز، ودي اشهر الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الدم. اكتر مرض بتكون خايف منه طبعا هو الايدز، بس خلينا اقول لك ان نسبة انتقال الايدز 3% من شكة السرنجة. يعني لو 1000 واحد اتشك بسرنجة عيان عنده الايدز، 3 منهم بس اللي هيتصابوا بالعدوى. أما فيروس بي ففرصة انتقاله بتكون عالية، أما فيروس سي ففرصة انتقاله حوالي 1.8%. طب نعمل إيه لو اتشكينا بالسرنجة المستعملة؟ أول حاجة هنغسل مكان الإصابة بمية وصابون. تاني خطوة، ممنوع منعا باتا نعصر مكان السرنجة، لأن ده بيزود لي السيركيوليشن في المكان ده، فبالتالي هتزود فرصة الإصابة بالعدوى. تالت حاجة، بنبلغ فريق مكافحة العدوى في المستشفى. رابع حاجة، هتعمل التحاليل دي، ولو العيان موجود اللي اتشكيت منه هناخد موافقته ونعمل له نفس التحاليل دي، لان ببساطة لو العيان اللي انت اتشكيت منه اصلا مش مصاب بالفيروسات دي فانت ما تصبتش بالعدوى. اما لو العيان طلعت العينة بتاعته ايجابي فانت كده كده مطلوب منك تعمل نفس التحاليل. طب لو اتشكيت بسرنجة انت مش عارف اصلا بتاعت مين، هتعمل التحاليل دي فورا. بالنسبة لفيروس سي فمفيش طريقة تحمي بيها نفسك منه، يعني مفيش طريقة للوقاية، مفيش أدوية معينة أو مفيش تطعيم هتاخده يمنع الإصابة بيه. يعني لو اتشكيت بالسرنجة مطلوب منك تعمل تحليل فيروس سي حالا، وهتكرره بعد 3 شهور وبعد 6 شهور. بعد كده لو لا قدر الله طلعت مصاب بفيروس سي فالحمد لله حاليا متوفر علاج ليه. أما بالنسبة لفيروس بي فلو انت خدت ال3 تطعيمات بتوعه فغالبا إن شاء الله مش هتتصاب بي. لو عايز تطمن اكتر بتعمل تحليل اللي بنشوف بيه انت عندك مناعة من الاصابة بفيروس بي ولا لا، اللي هو انتي هيباتيتس بي فيروس انتي بوديز. لو طلع اكبر من 10 ده معناه انك عندك مناعة ان شاء الله من الاصابة بفيروس بي. اما لو انت اصلا ما خدتش تطعيم فيروس بي فبتاخد مصل فيروس بي فور الاصابه مباشره، لان ده بنسبه كبيره هيحميك من الاصابه. ده بالاضافه انك بتاخد تطعيم فيروس بي اللي هو اصلا المفروض كنت خدته قبل كده، اللي هو بتاخد جرعه دلوقتي، بعد شهر بتاخد الجرعه الثانيه، بعد 6 شهور من الجرعه الاولى بتاخد الجرعه الثالثه. اما بالنسبه للاتش اي في اللي هو الايدز فمن نعمه ربنا الحمد لله ان فرصه انتقاله عن طريق السرنجه بتكون ضئيله جدا زي ما قلنا قبل كده. فبتعمل ايه لو الشخص اللي انت اتشكيت منه مصاب بالايدز؟ اول حاجه بتاخد مجموعه من الادويه الوقائيه، وبتعمل التحليل بعد 3 شهور وبعد 6 شهور. اما لو الشخص اللي انت اتشكيت منه اصلا مش مصاب فانت مش مطلوب منك تعمل التحليل ولا تاخد الادويه الوقائيه. اما لو السرنجه اللي انت اتشكيت بيها مش معروف مين صاحبها، او ان الشخص اللي اتشكيت منه رفض اصلا يعمل التحليل، فمش هتاخد الادويه الوقائيه لان دي لها اثار جانبيه، عشان زي ما قلنا ان نسبه انتقاله اصلا ضعيفه، فمش هنخاطر وناخد الادويه الوقائيه. المطلوب منك فقط انك هتعمل التحليل بعد 3 شهور وبعد 6 شهور عشان تتاكد انت اتصبت ولا لا. في نهايه الفيديو في كم ملحوظه حابب انوه عليهم. اول حاجه ان اغلب العدوى بتيجي عن طريق تغطيه السرنجه، فلازم نغطي السرنجه بالطريقه المظبوطه، اللي هي بنحط غطا السرنجه على السطح وبنمسك السرنجه وهي فيها السن وبنروح للغطا بتاع السرنجة، وبعد كده بنحط السرنجة في السيفتي بوكس. تاني ملحوظة، لازم نكون عارفين ان فيروس سي والايدز ملهمش لقاح ممكن ناخده او مصل. تالت نقطة، لازم نكون عارفين ان العدوى بالفيروسات دي ممكن تنتقل عن طريق سوائل المريض، فبالتالي لازم خلال شغلنا نلبس الواقيات الشخصية اللي بنسبة كبيرة ان شاء الله هتحمينا من العدوى او الاصابة. لازم تاخد بالك ان فيروس بي ليه تطعيم، فليه ما تاخدهوش عشان تحمي نفسك من الاصابة. بالنسبة لأي حد في المجال الطبي سواء تمريض او اطباء او اي حد شغال في المستشفى،
يفضل كل 6 شهور يعمل تشيك اب على نفسه عشان يطمن ان هو ما تصابش بالفيروسات السابق ذكرها. وفي نهاية الفيديو بنتمنى للجميع السلامة. لو حابب تعرف معلومات تمريضية وطبية ياريت تشترك معانا في القناة، وإن شاء الله هتتعلم التمريض معانا كعلم ومهارة من A to Z.